يعني خلال الفترة اللي فاتت عملنا عدد من المراجعات أعضاء التدريس في جامعة الفيوم للوقوف على يعني كافة مكونات المصنع. كان في تشغيل للماكينات في الأسابيع الماضية، واطمنا على الحالة الفنية للماكينات وتوافر قطع الغيار موجودة في المخازن المصنع. تم مراجعة كل هذه المكونات، وبرضه راجعنا المكون الآخر للمصنع وهو العصارة، وتأكدنا برضه من كفاءة التشغيل. النهارده بداية التشغيل الفعلي وإنتاج العلف ويعني بيعه إلى عدد من التجار. احنا دلوقتي بنشتغل في مرحله اسمها تصنيع لدى الغير، يعني بنصنع لعدد من التجار الكميات المطلوبه ليهم. بعد كده هيبتدي المصنع يشتغل بشكل تلقائي ويوفر العلف للسوق المحلي بمحافظه الفيوم وشمال الصعيد. مع الوزير عطى تعليماته، ابتدى ننظف المصنع، ننظفه ونصين المكن. بصراحه كل المكن كان موجود، ما كانش فيه حاجه الا ان عليه التراب. طمسه تم تنظيفه وتم تشحيمه وتسجيلاته وصيانته، وفعلا جابوا الانتاج بدا يظهر، والانتاج ابتدى النهارده، والمحافظ شافه، وانتوا شفتوا موضوع الشكاير وشفتوا الموازين. والحمد لله، والتجار دلوقتي ماليه المصنع اهي على اساس بيشوفوا العينه، وفعلا شكروا في العينه جدا. هذا وقد اعتمدت محافظة الفيوم خطة الرصف بعد أن وصل التعزيز المالي من مجلس الوزراء. كما التقى السيد المحافظ بالعاملين بالمصنع للتعرف على مشكلاتهم حتى لا تتعطل عملية الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم قام بعرض مقترحات لتطوير المصنع مع هيئة تنمية الصعيد.